حقيقة نرحب بالزيارة الكريمة للسيد النائب هيفاء جابري إلى مستشفى ناصير القلب عقابيل المرحلة الثانية من زراعة قلب صناعي، حيث جاءت مهنئة لمنتسبينا، داعمة مشجعة. حقيقة هذا يشعرنا بالفخر أنه بعض سياسيين، بعض المهتمين في الشأن السياسي والاجتماعي من ضمن عملهم متابعة الخدمات، وخاصة الخدمات الصحية، وخاصة أنه مستشفى ناصير القلب الآن يسجل علامات فارقة في التاريخ الصحي بالعراق. نحن هنا في مستشفى ناصير القلب لله الحمد بفضله وبعونه وبهمة منتسبينا الأبطال تمكنا من أن نزرع أول قلب اصطناعي في العراق يوم 20/12/2023 لمريض من أهالي محافظة المثنى. والبارحة وقبلها تمكنا من زراعة قلبين صناعيين لمريضين، أحدهما من الناصرية من الشطرة والآخر من البصرة. الحمد لله والشكر أنه خدمات التي نقدمها ليس فقط إلى محافظة ديقار وأبناء مدينتنا، بل إلى كل العراق من شماله إلى جنوبه. وإحنا نستثمر وجودكم أنه هذا العمل مقدمة لله سبحانه عز وجل، وندعو مواطنينا في جميع أنحاء العراق أنه يراجعون مستشفانا، وخاصة اللي يعانون من أمراض عجز القلب الاحتقاني. في الختام أهلا وسهلا سيدتي الفاضلة، حياك الله ومرحبا بك. نقدم الشكر الجزيل والامتنان لكادر مستشفى القلب في ديقار وعلى رأسهم الدكتور عقيل، ونهنئهم بنجاح 3 عمليات لزراعة القلب الصناعي، الأولى للسماوة لمريض من محافظة السماوة، والثانية من ديقار، والثالثة من البصرة. فهو مركز متخصص ليس فقط لديقار وإنما لمحافظات العراق جميعا. وندعو الحكومة المركزية والمحلية لمساندة هذا المركز ومساندة الدكتور عقيل في عمله، ونتمنى له النجاح الباهر إن شاء الله.